بسم الله الرحمن الرحيم. لكل المتابعين على الهواء مباشرة بيتواجد معايا على الآن كابتن خالد علام مدير قطاع الناشئين بنادي دلفي، الفرع الثاني لإحدى القلاع الرياضية العظيمة التي تتميز بها الأمة الإفريقية والأمة العربية والأمة المصرية، النادي الأهلي المصري. كل عام وحضراتكم بخير. هنا من داخل العاصمة التاريخية محافظة الأقصر. أهلا وسهلا بك كابتن خالد. مبسوط جدا ان انا معاك النهارده وانا في محافظه الاقصر، ومبسوط ان احنا موجودين هنا ان شاء الله بنبحث عن الهوايه في كل مكان، وان شاء الله باذن الله كده يبقى هنقدم مع بعض ان شاء الله. زيارة جنوب الصعيد بدأت بضيافة سيدي عبد الرحيم القنائي بمحافظة قنا، يوم جميل أشادت به كل من حضر هذا اليوم. واليوم هنا تتواجد في ضيافة سيدي أبو الحجاج الأقصري بمحافظة الأقصر العاصمة التاريخية، وتتواجد في سيدي البلد وهو نادي الأقصر الرياضي. شايف هذه الاختبارات ازاي وكيف تمت الدعوة إليها من قبل إدارة نادي دلفي؟ والله احنا عاملين بروجرام للصعيد عامه، فبدانا فيه امبارح بقينا عن ملعب كابتن عصام بصري. عملنا يوم جميل في هنا الصراحه ولاعيبه كويسه هناك. اليوم التاني النهارده في الاقصر بنجيب نادي الاقصر ملعب الشعب. طبعا بشكر خلال حضرتك مجلس اداره نادي الاقصر ملعب الشعب وكابتن حضرتك تركي صراحه الراجل اللي هو صديق عزيز عليا وشخص يعني من الناس المحترمين معرفتنا من زمان اصلا بيني وبينه. هو اللي استضافنا وهو اللي اقترح يعني موضوع اللي احنا نيجي الاقصر هنا. الصراحه اليوم جميل جدا. نادي الاقصر ناس محترمين جدا. ملعب الشعب من القلاع اللي هي الكبيره هنا في محافظه الاقصر. طبعا مش عايز اقول لكم ان احنا بدانا الناشئين النهارده من 9 الصبح للساعه 2. مواهب ما شاء الله بفضل الله، يعني حاجه كبيره قوي ولاعيبه جامده جدا. وان شاء الله هنبدا الساعه 6 البراعم. اليوم جميل. النادي عندنا عنده انفتاح. احنا بنجيب من كل جمهور مصر العربيه. عندنا من الصعيد، من الاقصر، هنا من سوهاج، من اسيوط، من المنيا، عندنا من الشرقيه، من المنصوره، من كل حته. النادي عندنا في اسكندريه الوحيد اللي عنده سكن للبراعم. مفيش نادي في اسكندريه عنده سكن للبراعم غير النادي الاهلي. طبعا احنا بعد الرعايه اللي حققها النادي الاهلي نادي دلفي، طبعا الموضوع اختلف شويه عندنا. الناس مهتمين جدا يعني، والقطاع عندنا الحمد لله في لعيبه وفي مواهب وحقق بطولات. السنه اللي فاتت عندنا 2011 بطل دوري السوبر اسكندريه، 2014 بطل دوري السوبر اسكندريه، 2015 بطل دوري السوبر اسكندريه، 2016 2012 الوصيف المركز الثاني. الحمد لله عامل طفره عندنا مجموعه من المواهب من اللاعبين الحاجه الممتازه يعني. بنحاول ندعم بقى ونجيب اكتر، بنحاول نجيب لعيبه احسن. عندنا قناعه كبيره للصعيد، كل مواهب يعني كل مواهب مصر بتطلع من الصعيد هنا. فان شاء الله احنا جينا ومتمسكين خير في الاقصر ونادي الشعب، واحنا نطلع بلعيبه احسن. التواجد داخل محافظة الأقصر وبالتحديد في داخل قلعة عميد الأندية وزعيمها نادي الأقصر الرياضي من خلال مدير قطاع البراعم والأكاديميات بالنادي الكابتن حمادة التركي. ذكرت في سياق حديثك بأنه تربطك به علاقات شخصية قبل علاقة العمل، وامتدت بعد ذلك هذه إلى علاقة العمل على مدار أكثر من 10 سنوات الآن. بص يا كابتن حمادة التركي ناس محترمة جدا الصراحة، عامل كتير قوي هيبقى موجود في نادي فاركو او نادي حرس الحدود. عملها من المدربين الكويسين والشطار، على طول عنده لعيبه كويسه. عارف المجال دوت بيبقى باين فيه يعني الناس الكويسه والمعروفه والشاطره معروفه. علاقه كبيره مش من دلوقتي، من اكتر من 10 سنين. الصراحه راجل بتقصده في اي حاجه كويسه باللعيبه بتلاقيه على طول راجل داعم لنا على طول في كل الاوقات. احنا بنتشرف ان احنا عنده النهارده. مبسوط جدا ان انا حتى استعاون معاك النهارده وان شاء الله باذن الله كده مش اول مره ولا اخر مره هتتكرر في الايام الجايه.